ولمة وفرحة وزهوة أيضا. زهوة هو برنامج محسن صحيح، والزهوة حاضرة اليوم والفرحة حاضرة واللمة حاضرة مع فنانين ونجوم حاضرين معنا. نبدأ مع النجم الكوميدي عبد الرحمن كيلارز. مساء الخير وصحة عيدك ونعم بخير. مساء الخير، نلقي لكم يا المشاهدين والحاضرين السلام. قبل ما نبدا الكلام، اليوم نهارنا نهار سعيد، كما كل عام رانا مستقبلين العيد، وان شاء الله ربي يقرب من كان بعيد. الغربه والوحش راهو صعيب، وما تحرمش البنادم من شوق العائله والحبيب. الله الله الله. صحة عيدكم وصحة عيد كل الجزائريين ولا فامي تاعي والامه الاسلاميه بصفه عامه. احنا الاهداء تنقلهم مع الاخر، ما انت جيت بالمقلوب عبد الرحمن. علاش انا شغل لي زونغلي نخالف. معنا ايضا نجم صحة عيدك وكل عام وانت بخير، ونورتنا في هذه الامسيه. الله يسلمك، مساء النور، صحة عيدك ولكل الشعب الجزائري والمستمعين والمشاهدين اللي راهم يشوفوا فينا عبر الشاشه الصغيره. نقولوا انه النجم نجيم مقيم بفرنسا، لكن هذه المره فضل انه العيد يجوزه هنا في البلاد في الجزائر، وصبح كان في البرج وجا خصيصا للبرنامج لمة العيد. يعطيك الصحه نجيم. الله يسلمك، هذا شرف كبير لي. الحمد لله، يعني ما كانش عندي الوقت بزاف باش نريح معهم لاسباب العمل، ولكن يعني الحمد لله كما يقول لك لا بارتي اسونسيال فوتها معاهم هي العيد، وشاهدت عندما ذبحنا اضحيه العيد والحمد لله، وان شاء الله بصحه والهنا. الله يسلمك. رحت هذه المناسبات وكامل تكون في البلاد هنا في الجزائر، وحنا نحيي كل مشاهدينا خارج الوطن. رانا من خلال برامج تلفزيون جزائري نحبوا نوصلوا لهم هذه الفرحه وهذه الريحه تاع العيد. أكيد احنا هدفنا ربما من خلال هذا البث المباشر ومن خلال كل هذه البرامج اللي قدمها التلفزيون الجزائري في هذا المناسبات، هو هدفها واحد، أننا نسعى دائما من أجل لم شمل أحبابنا وناسنا وكل الناس ربما اللي تقدم جديد لجمهورها. فالجمهور في النهاية هو عنده فقط التلفزيون الجزائري، اللي نحاولوا احنا أننا نضفي نوع من التلقائية ونوع من خفة الظل فقط في هذه المناسبات. صحيح صفية، ومن خلال شاشة التلفزيون الجزائري نرحبوا بالسوبر ستار صابر، هو اللي كذلك هو جاء من البرج، يعني من الوهران، يعني يقول نجيب جاء من الشرق وانت جيت من الغرب وتلاقيته هنا في العاصمه. هو كان غنى نروحوا الوهران نزوروا وانت جيت تزورنا اليوم. المهم احنا تلاقينا كاعنا فنانين، وافيك بليزير راني معكم. لي الشرف الكبير ان نكون معكم في التلفزيون الجزائري، وني فرحان بزاف في هذا العيد الاضحى، ونشكركم بزاف على الاستضافه، وراني موجود معكم في اي حاجه راني جاهز بصراحه. مرحبا بك الله يسلمك صابر. وعبد الرحمن، اليوم بالاضافه الى هذه المفاجاه اللي حضرتها يعني في البدايه، انت كمحضر شيء ثاني للتلفزيون الجزائري. نعم. اليوم انا في غدينا، سهران الليل انا معاك، ليلة ورا ليلة، نكوح قلبي اللي بغاك، راه اليوم انا في غدينا. يا عمري غير قولي لي وكيفاش ننساك، حبك ساكن في قلبي هادي سنين واوام. يا عمري غير قولي لي وكيفاش ننساك، حبك ساكن في قلبي وهادي سنين واوام. يا الفكرة هي 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 وصلتني، يا عيني هي 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 ودشتني، يا الفكرة هي 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 وصلتني، يا عيني هي
باش ننساك حبك ساكن في قلبي هادي سنين واوام ما لقيت الحل قول لي كي ندير قول لي كي ندير مقواني قول لي كي ندير يا قلبي هي 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 وبغتني يا عيني هي 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 بغيتني يا قلبي نعم، يعني كل واحد عنده الجديد وكل واحد عنده اللمسه اللي تميزه، لمسه خاصه به. حتى كيلارج عنده شيء خاص بالتلفزيون الجزائري، والله شوقتنا في الحقيقه. نعم، خاطش على التلفزيون حل البيبان، حل التواقي ماشي غير البيبان. سي بوغ سا شغل نحب دائما حاجه اللي دومونديوها نديرها لهم، ما كاش كاع مشكل. وبهذه المناسبه تاع 50 سنه تاع استعاده راديو وتلفزيون، نعم. وجدت حاجه سبيسيال على خاطر حنا رانا صغار الحمد لله، ومازال الخير القدام ان شاء الله. تما دوك الكبار يروحوا كما محسن وصافيه هكذا. ما عنديش ماشي مشكل. عندك مشكل انت يا صفيه؟ لا والله ما عنديش اعتراض. انت قلت بواب وتواقع، ماك حنا ندخلوا من الباب بصح نخرجوا من الطاقه. ديجا انا فتح لك الطاقه. بسم الله. 50 سنه على استعاده الراديو والتلفزيون بفضل 1.5 مليون. برامجهم ضحكونا وبكوا كل عيون، من 62 بالعصا والعفيون الى 2012 بقهوه الميمون، وبسمع والبصر يتبقى مفتون. زهونا بروي شد وحاج عبد الرحمن الزين والتوري وحديدوان وجميع الفنانين، والاطفال رجعوا لهم الابتسامه باستراحه الاثنين وبحصص الثقافه والدين. عمالها بقوا ديما ناشطين وعلى تحسين النوعيه والعمل مصممين. 50 سنه والحمد لله مازالهم واقفين. علامنا بنجمه وهلال يرفرف على جميع الانظار، الاخضر يرمز الجنه والنوار، والابيض يرمز الحريه والاستقرار، والاحمر يرمز الدم الثوار. نفتخر بكوني جزائري بلاد شهداء والابرار، علمنا ماتوا عليه صغار وكبار وبفضلهم رانا احنا احرار. شهدائنا مفرشين بالورد والياسمين، وان شاء الله في الجنه مونسين ومكرمين. بالاراده والايمان ضلوا صابرين، وعلى تحرير الجزائر كانوا عازمين. حتى نسوا الاطفال كانوا مجاهدين، ومعاهم دائما دعوه الوالدين. بقدره ربي كانوا مسطورين، وبكلام الله ضلوا محفوظين. نرفد يدي للسما ونقرا الفاتحه وياسين، ندعي لهم بالرحمه. وانتم يا الشعب الجزائري قولوا امين. امين. برافو يا رب. امين. رائع. كلام والله من القلب ووصل للقلب. نعم. كيلارج دائما احنا نشجعوك في كل مره، لانه في كل مره عندك جديد، في كل مره تكون عندك كما نقولوا خرجه يعني لصالح هيئه ما، صالح مره كان عن الام، مره عن المجتمع الجزائري ويومياته، اليوم عن التلفزيون. ان شاء الله دائما دموع الفرح. كيفاش جاتك الفكره عبد الرحمن؟ والله غير بصراحه شغل لي هكذاك جو سي با والله الحمد لله. وهذاك تامني هذاك تاع الام كتبته في 2005. 2005 قلت كيفاش جات الفكره؟ نقول لك جات هكذاك برك وانا نعيط له لا حاجه للتلفزيون. لا اسمح لي. الفكره المضمون تاع الفكره باين، بصح باش هذوك الكلمات باش يجوا فيها عمل، فيها كما نقولوا فيها خاصة انه الكلام كله موزون، يعني موزون وفيه رساله. وانت كذلك درت شيء بمناسبه الخمسينيه، وكذلك نجيم انت كنت قدمت اغنيه بمناسبه خمسينيه الاستقلال. نعم، الاغنيه كانت تحمل عنوان ولاش خلونا ترونكيل. هذه كانت يعني بنوع خاص هديه مني للجزائر بلدي الحنون، وفوالا ان شاء الله تكون نالت اعجاب الناس ونالت اعجاب الشعب. صحيح. وهذا الشيء نفسه عند صابر درت بصراحه ذكرى غاليه علينا. يعني ما ننسوهاش. يعني كانت يعني الشهداء اللي ماتوا على هذا البلاد لازم نغنوا له. نحكي لكم اش صاير من بلادي وكي داير، بالسمعة تبقى حاير. يا ومنها القلب يبرى، من بلادي متنوع، عندك انت يا ما تسمع، خير فيها كل طباع. وشوف الغنى
شاو الحراس المنصور يا وجمايع بيهم نصار خويا النصار العنقة حسيسن ومرزاق ومع القروابي مداياق شاعود حمان الشياق في العاصمة انظهر مداني وحماد البدوي خالدي وهبي وبلاوي كانت بيهم وهر نداوي يا من زرقا وحمد صبر خويا صبر قلت انه الفن في النهايه رساله، وانت من الفنانين اللي عندك هذه الموهبه وتستعملها في اشياء انسانيه كثيره. احنا اليوم هو عيد صح فرحه، لكن هي مناسبه كذلك باش نزوروا الاهل، نزوروا المرضى. احنا نقولوا كامل المرضى في المستشفيات ربي يجيب لهم الشفاء ان شاء الله. امين. كامل اللي عم يعملوا في نهار كما هذا اللي هو عيد، ان كان الامن الوطني، الجمارك، الحمايه المدنيه، كامل نحييهم، ولازم كل واحد في مكانه يعمل عمله. نعم صح. كل عمل التلفزيون الجزائري ايضا نحيي، وايضا جهه اللي ربما ندعيهم من خلال هذا المنبر انه يزوروا اهلهم، الناس ربما خاصه امهاتنا اللي راهم في ديار العجزه، نتمناو انه ابنائهم عائلاتهم يروحوا يزوروهم. هو نداءنا كصحفيين، نداءكم كفنانين، نداء كل شخص ناشط في هذا الارض الطيبه. احنا ناس خير، واحنا ارضنا يعني ما شاء الله ما فيها غير الاعمال المليحه، ربي يزكيها وينميها فينا ان شاء الله. فهي دعوه لكل الناس انهم اذا كان عندهم شخص ربما في المستشفى يزوروه، اذا كانت ميمتك ولا عمتك ولا خالتك ولا جارتك في دار العجزه، لما لا؟ بالعكس هذا الناس ربما اللي هما يحليوا لنا قعدتنا ويحليوا لنا اعيادنا. ما ننسوش كذلك الحجاج الميامين، نقول لهم ان شاء الله حج مقبول، دعواتكم رجاء مغفور وسعي مشكور. إن شاء الله. والشكر ليك عبد الرحمن اللي جيتنا اليوم. كلمه في الختام تقدر تعاود الاهداءات اللي درتهم من قبل؟ برك كما قلت على دار العجزه والمرضى، والله غير بنادم كي يروح يتقطع قلبه، والله على باله محسن ندير شاك فوا حملات، وماشي قال بنادم وحي يهضر على الخير ولا نو ماشي هكذاك. مي راني نمشي ديال العجزه، واني نمشي للمستشفيات وكلش. واش عندك في هذا العيد؟ رايح غدوه ان شاء الله؟ نو ما طاح لي والو، ما طاح لي والو، نو ما طاح لي والو. انا ندير تنسيق مع الجمعيات، وندير تنسيق هكذا. انا ماذا بيا الناس كي يكونوا يشوفوا ناس واحد اخرين لاباس بهم، كي يقول في قلبه ولا يقول صاحبه، يقول له كي كانوا يتقسموا الارزاق حنا وين كنا، ماذا به يروح للسبيطار باش يشوف المرضى ويقول كي كانوا يتقسموا الامراض حنا وين كنا، باش يحس شويه بالناس واحد اخرين. ان شاء الله ربي يجيب لهم الشفاء. نقول التلفزيون الجزائري وليكم نقول لكم يعطيكم الصحه، اللي راكم ديروا فيها كونفيونس وراكم تعرضوني، ومام انا دائما راني بجديد سواء لا تلفزيون ولا لا راديو، الحمد لله. تسمى دائما نكون في حسن ظنكم. الحمد لله، كل توفيق لك ان شاء الله. كاين حاجه الجمهور اللي يولفني كان في الكوميك، على خاطر ندير كوميك، تسمى ندير لينيفرسال كوميك دراما وتراجيديا. نقول لهم باللي عندي ان شو فيه اكثر من 50 ورقه، بصح المشكل الصغير وراهو سيك انا راني نستنى في سبونسور، على خاطر عباك كي دير عامل كبير لازم لك صاله، لازم لك لازم لك طاقم، ربما امكانات اللي تساعد انه العمل يوصل للجمهور. هو نداء وصل ربما، لا نداء وصل الحمد لله الحمد لله. ثم عندي حاجه راني نخدم فيها، عندي كيما نقولوا مشوار، على خاطر انا درت المسرح وتخرجت واني استاذ تاع مسرح، وفيها
الميدان هذا في حب المسرح والاراده والصبر، كيكون الصبر تكون المفتاح ان شاء الله. انا نقول لك يعطيكم الصحه شكرا لكم. ونجيب وصابر يعطيك الصحه. الله يسلمك. صابر يعطيك الصحه اللي جيتنا من وهران. نرجعوا لوهران. احنا بصراحه يعني وشكرا يعني على الكليب. نقول فقط للمشاهدين انه كذلك جبنا كليب على الاغنيه ان شاء الله حيبث ان شاء الله ما كانش مشكل. ما عندي عمل ان شاء الله في فيلم حيديروه ان شاء الله في التلفزيون الجزائري اسمه مسلسل وقائع للمخرج مصري الهواري، وانا غنيت الجينيريك ومن الحاني ان شاء الله قريبا ان شاء الله تشوفوه على التلفزيون الجزائري ان شاء الله. وبهذه المناسبه نحيي عائلتي لان مازال ما نعيطش عليها في وهران، ونحيي فيكتوريغو تاعنا في وهران، ونقول لهم كل عام وانتم بخير. وان شاء الله عندي حفلات مع في وهران لو 30 ان شاء الله مع بلديه وهران، ومن بعد نرجع للتلفزيون الجزائري عندي لو 31 وان شاء الله كل عام وانتم بخير وصحيتوا بارك الله فيكم. يعطيك الصحه صبر. شكرا. معنا نجيم ربما أنا عندي كلمة خاصة نجيم العطله نتاعك بمناسبه العيد مازالت مطوله في الجزائر ولا مروح ان شاء الله. ماذا بيا والله جوغيمي مريح بصح ان شاء الله نعاودوا نوليو في مناسبات اخرى ان شاء الله. انت اكيد فرحت اهلك خاصه انك زرتهم في هذا العيد وكان اجمل عيد انا نظن. نعم ما كانوش يتوقعوا انه الحضور تاعي راح يكون يعني، ولكن شاءت الاقدار وربي سهل لنا الطريق وعيدنا معهم. وبهذه المناسبه نتمنى عيد سعيد وعمر مديد لكل مرضانا مرضى الجزائر والعالم بأسره، لأنه الألم ما عندوش جنسية ولا لغة ولا ديانة. وإن شاء الله لكل أمهاتنا ونتمنى لهم عام سعيد وعمر مديد وان شاء الله ربي يستر الجزائر بلدنا الحبيبه. وعيدكم مبارك. انتم كنت صباح عيت مع عائلتك الصغيره وهذا المساء مع عائلتك الكبيره من خلال شاشه التلفزيون الجزائري. انت كرايح سلمنا على كل الجاليه الجزائريه، احنا هدوا لها الجاليه الجزائريه اغنيه للراحل دحمان الحراشيه الرايح وين مسافر تروح تايا وتولي بصوت نجيم والشاب انور.